لم يستغرق بحث الشرطة القضائية لولاية أمن العيون سوى بضع ساعات بين الإبلاغ عن الجريمة البشعة التي شهدتها مدينة العيون وبين إلقاء القبض على المشتبه فيه الرئيسي بالسد الأمني المنصوب بطريق سمارة. أدلة مختلفة تم العثور عليها بمكان الجريمة أي بيت الزوجية، حيث تم رفع البصمات وأدوات الجريمة، مما أكد أن المشتبه فيه الرئيسي هو زوج الهالكة. الجريمة دافعها الرئيسي حسب المعطيات الأولية الغيرة والشك، حيث ارتكبت بفظاعة مبالغ فيها وقمة المأساة الرضيعة ذات السنة الأولى التي تلقت هي أيضا طعنات قاتلة اغتالت براءتها دون شفقة ولا رحمة. بتاريخ 16/11/2011 حوالي الساعة 9:30 ليلا تلقت قاعة المواصلات المركزية التابعة لولاية أمن العيون مكالمة هاتفية من مواطن مفادها أنه عثر على ابنته وكذلك حفيدته مدرجتان في الدماء وقد فارقت الحياة. فوره تم الانتقال لعين المكان رفقة عناصر الشرطة القضائية ومختلف المصالح الأمنية بما في ذلك الشرطة العلمية والتقنية، وبعد المعاينات بعين المكان ورفع البصمات وكذلك حجز مجموعة من الأدلة بعين المكان، تم الاهتداء إلى المشتبه فيه وهو زوج الهالكة. وبناء على مجموعة من التحريات طيلة ليلة الأمس إلى حدود الساعة 6 مساء من هذا اليوم، وبتضافر جهود مجموعة من الفرق، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية برئاسة رئيسها من إيقاف المشتبه فيه رقم 1 في هذه القضية، التي هي عبارة عن قضية قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، والتي كان ضحيتها الأم وكذلك الابنة التي لا يتجاوز عمرها سنة واحدة. المعني من الأمر تم سياقته للمصلحة الولائية للشرطة القضائية قصد تعميق البحث وكذلك إحالته على العدالة. بخصوص أسباب هذه الواقعة، هي أسباب حسب المعطيات الأولية راجعة إلى الشك وإلى الغيرة وكذلك إلى ربما ما هو أخلاقي. إيقاف المشتبه به تم تحت إشراف ولي أمن العيون ورئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بعد جهود مضنية تكللت بإيقافه ووضعه تحت الحراسة النظرية من أجل البحث وتقديمه للعدالة.